اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. لما يوصل بينا الحال وتكون وحده الباتيه او وحده القرص او اي مخبوزات تبدا اقل حاجه من 5 جنيه، وانت طالعه 5 جنيه، كل ما اسال على قرصه او اي باتيه او اي كرواسون يقول لي 5 جنيه 7 جنيه. في ايه يا جماعه؟ والكيلو من اي نوع من اول 80 جنيه و100 جنيه. ده الكلام ده كمان من مده. دلوقتي بعد غلا الاسعار اللي احنا فيه، الحاجه يا جماعه وصلت لاسعار مهوله، اسعار محدش يقدر عليها، اسعار بجد ما نقدرش ندفعها بحق ربنا. في الحال ده يا جماعه تعالوا بينا بنص كيلو من الدقيق هنعمل اكتر من 16 17 واحده زي ما انت شايفه، وكمان معلقتين جبنه وحتتين شوكولاته كانوا باقيين عندي، حتتين شوكولاته خام والله صغيرين جدا، عملت بيهم اكتر من 16 واحده، والله 16 17 واحده غير اللي اتاكل واتاخد وانا بصور. يلا بينا هنعمل الجمال ده كله والتحفه ده ولا وداعا للاستغلال المخابز خالص. يلا بينا على الطريق. هنا يا جماعه عايزه اقول لكم ان انا كنت عامله كيلو دقيق بس اسمهم نصين، النص ده عملت بيهم اللي انتوا الجمال اللي انتوا شفتوه، والنص التاني عملت بيه وصفه تانية هتنزل لكم ان شاء الله بعدها. هنا يا جماعه حطيت 4 معالق من السكر وكيس خميره وكوبايه لبن، وحطيت بياض بيضه، وكمان يا جماعه كيس من الفانيليا وكوبايه لبن وبقيتها ميه، تقدر تستغني عن اللبن وتعجنيها بميه. هنا يا جماعه رشه بس ملح على الدقيق، وتنزلي كل المكونات دي عليها، يعني ما خدتش اي حاجه خالص، تقدر تستغني عن اللبن. وطبعا المخابز كلها ما بتعجنش بلبن ولا حاجه، بتعجن بميه بس. طبعا احنا عشان الاولاد والقيمه الغذائيه والغلا اللي احنا فيه ومحدش العيال ما بياكلوش لبن، بيشربوش لبن ولا بيض، فانا بحاول احط اي حاجه كده، بحط حاجه يعني كويسه في الايه في العجينه، يعني حاجه يستفادوا بيها. وكمان عايزه اقول لكم ان انا حطيت معلقه زيت واحده بس عشان الزيت غالي، معلقه واحده بس في العجينه، وكمان حطيت في الاخر كده معلقه صغيره من السمنه لفيتها بيها، عجنتها في الاخر كده بيها بتدي طعم حلو قوي. وبعد ما خلصتها حطيت نقطتين زيت، نقطتين بس عشان برضو الزيت غالي، وسبتها ترتاح تخمر على طول كده. لو بتطول دفي الفرن شويه وسيبيها فيها، وطفي الفرن وسيبيها فيها هتخمر على طول. هنا بقى خدت نص الكميه اللي هو النص كيلو يا جماعه. انا قلت بدل ما اعجن مرتين يا جماعه، هنا والله العظيم يا 3 يا جماعه نص علبه الجبنه كان فيها بصي فتافيت ايه اللي هم دول بس اللي انا حطيتهم، دول اللي كانوا في ايه في علبه الجبنه. يعني انت مش هتستخدمي الجبنه كتير ولا حاجه، عشان ما تجيش تقولي الجبنه غاليه وهنحط جبنه كتير، لا عايز تعمليها ساده، هي طعمها تحفه. عايزه اقول لك عجبت الولاد وعجبت جوزي والله العظيم جميله، فطرنا بيها وكمان واتعشينا بيها وكانت حلوه جدا. عملنا اكتر من 16 17 واحده، ده غير اللي اتاكل، يعني قولي بالكتير عملوا يجي 20 معانا 20 واحده باللي ايه باللي اتخطف مني وانا وانا بسوي. هنا بالشكل ده بصي تعملي شكل كده بالقطاعه في اخر الباتيه زي ما بص الفيديو شارح نفسه زي ما انت شايفه كده اهو يا جماعه. بتعملي شرطتين من الناحيه دي وثلاث شرط من الناحيه دي وايه، وتقفلي اهو 1 2 3 1 2 3 من الجناب كده، من هنا ومن هنا اكنها مثلثات، وتقفلي. وهنا حتت الشوكولاته دي كانت باقيه عندي والله العظيم، فانت مش تحتاجي اي حاجه، يعني هم حاجات بسيطه قوي من البيت هتعمليها، تقدري تعمليها ساده تشربيها بالشاي وجميله جدا. يعني يا جماعه الحاجه غاليه والدنيا غاليه نار، وربنا يعيننا ويعين الناس على الغلا اللي احنا فيه، والمدارس داخله تقدري تعمليها وتحطيها في الفريزر وتطلعيها وانت بتصحي الاولاد، تطلعيها من الفريزر عقبال ما تلبسيهم هتكون فكت وكل حاجه، حطيهم في اللانش بوكس وبألف هنا وشفا ياخدوهم معاهم المدارس. هنا بقى صفار البيض اللي اتبقى دهنت، حطيت عليه كوبايتين معلقتين لبن ودهنت بيهم الشكل كده اهو زي ما شايفه. حطي بقى سمسم حبه البركه، ما تحطيش خالص مش مشكله اهو زي الفل. هنا بقى خمرت. هنا يا جماعه عايزه اقول لكم طريقه حلوه قوي عشان تلمعي المعجنات بتاعتك. لو عندك حته زبده تمام، عندك معلقه صغيره من العسل الابيض زي ما انا عملت كده، ادهني بيها وهي سخنه كده وهتديها تلميعه جميله كده. بص زي ما شايفه كده، بص التلميعه الحلوه دي، يعني شوفي الاثنين اللي هناك دول غامقين دول ما شاء الله بعد ما لمعتهم بص منورين وحلوين ازاي، فما شاء الله بتدي حاجه حلوه قوي اهو. حته زبده، حته معلقه صغيره عسل نحل بس اهو. بص طريه والطراوه جميله يا جماعه، ان حاجه غاليه جدا في الافران، الاستغلال زياده عن اللزوم في المخابز بجد. فوالله العظيم انا كل ما اروح اسال على حاجه الاقيها بالغلا والكوى اقول لا، طب وليه انا اروح اعمل في بيتي بنص كيلو زي الفل. والله العظيم انا بالكيلو ده عملت والله العظيم وصفتين بسم الله ما شاء الله، الوصفه تانية هتنزل لكم والله العظيم زي العسل زي العسل بجد، بألف هنا وشفا. بص طريه وجميله وطعمها احلى من المخابز 100 مره وانضف واوفر مليون مره. انت لو حسبت ال 16 17 واحده دول يعني على الاقل ب5 جنيه، شوفي دول هيتكلفوا معاكي كام.
صراحه يا جماعه حاجه غاليه جدا. اعملي حاجتك في البيت وجميله ونظيفه. انا عايزه اقول لك البنات بيخطفوها مني وانا بصور والله العظيم دلوقتي، يعني وانا بخبز وانا في الفرن، واول ما طلعوا كلوا منها، وانا بصور برضه وانا بخلص لكم التصوير برضه اخدوا منها. فما شاء الله عملوا اكتر من 16 17